الأخ طالب الشيء قابلة. الأخ طالب سوري يا الله، عاد احنا جالسين نقول الحمد لله القرية وجودها ما فيش حاجة ولا ما شغل سيرتك يا ابني. اسمه كما طالب هذا ذاكرته مفيرس، احيانا يكون يروح السوق ولا المسجد ما ادري ولا مكان ثاني، فقد يكون راح اي مكان وقال عندي تاكدوا منه. تأكدنا منه يا فندم. هذا كم شيء عندي؟ الشيء عندك. كشين داخل هذا راسه كبير، ما اقول لك سلوا لي راسه عن جسده، اقول له دخلوا له بجهه اسمه طريقه افقيه، مشان الباب يلا. السلام عليكم. ايوه السلام. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. هيا مقابلة يا طالب، من قاردعت في القرية اديت أقله؟ يعني ما تقدروا تجلسوا لكم 3 أيام 4 أيام أصحاب قرية مركوضة بدون ما ترتكزوا، لازم المشاكل، يعني نطلع الملفات، يلا هاتوا المحاضر، افتحوا الدفاتر، عقاؤوا، يلا بسم الله، يلا. صلي على النبي يا فندم، يعني لازم واحد ياتي القسم الله وما مشكلة؟ لا جيت مشى انت عندك حديقه، شوف انت هذا يا جاني يا مجني عليه، اعترف. الحمد لله يا فندم، لا جاني ولا مجني عليه. مالك يا طالب مالك؟ لحظه يا فندم بيرم، ما دام بالبكاء يعني قصه حزينه، اساعدك في المشكله السوريه. لما انت تعرف يا فندم، ابي الله يرحمه مات في البحر، امي مات مقهورة عليه، واخواتي ماتوا كلهم بإصر شابيلة. يعني ما فيش معي بيت القرية أهل إلا انتم واصحاب القرية الطيبين. أنا مقطوع من شجرة يا فندم. مقطوع من شجرة؟ يه. وسيم؟ ما تكونش الشجرة ديك اللي بركنا القرية المقطوعة تبعهم؟ يمكن. واسي يا فندم أنا راكن على الله ثم عليكم، أنتم أهلي وأزوتي وسندي يا فندم. خلاص يا طالب، ولا اللي كنت أقول راسك كبير يعني ومليان طلع كله كبير من شان أحزانك ومشاكلك، قطعني قصفني، خلاص شلاتي اعتبرها مني خلاص. إيش أنا يا فندم؟ قليل ما أبوش والله حتى وسيمات حتى وسيم. إذا في حاجة ثانية تجي أي حاجة أنا بدي لك، اعتبرني أبوك يا طالب خلاص. تسلم يا فندم، لكن أنا ما قلت أشحت منكم. بالله؟ والله ها مو قلت لنا. أنا قلت عندكم يا فندم قاصدكم بخدمة. ما هي؟ أنا قررت يا فندم إن أنا أكمل نص ديني وأتزوج. كمل دينك يا رجال، كمل نص راسك، هذا روح صار لك دكتور يعمل لك عمليه تجميل ويطلع لك راس القلب يكمل دين الزواج. أول حاجة يا فندم أكمل نص ديني وبعدين سهل أمراس. انت حر، المهم احنا مدخلنا احنا بالموضوع هذا. أشتيكم تشرفونا وتحضروا معي بيت عروسة. معروسة؟ ولو ما تجيش معك صاحبك اسمه الشيخ برقوق ولا خلاص ما ينفعش؟ الشيخ برقوق ما ينفعش يا فندم. ما ينفعش؟ تعالوا اصحاب القرية، تعالوا اسمعوا طالب ويقول على برقوق، خلاص ما ينفعش دحين ها؟ احترم نفسك، هذا الشيخ برقوق شيخ قرية مركوضة. يا فندم افهمونا يا فنادم، صلوا على النبي. العروسة هي بنت الشيخ برقوق أيوش. علوش؟ ما تكونش علوش صاحب الموتور هذا؟ لا هذا عيوش بنت الشيخ برقوق. خطير يا طالب، وعد ناسبة الشيخ برقوق بكله. يه والله ما طلعش بسيط يا طالب ها؟ وراسك هذا الراس ما هوش راس من فراغ، حتى ذاكرة فرمتها في الاتجاه هذا، تخطط يا طالب ها؟ يعني موافق يا فندم تأتي معي؟ موافقين، المهم لا تنسيش الحلاوة ولا حركاتك بركاتك. من العين هذه قبل العين هذه يا فندم. شوصي الأنقابر يأتي بالحلاوة وأم شباك وأم لبنية وأم هريسة. يلا مع السلامة يا فندم. يلا مع السلامة. الله يطعم. ألف يا فندم. أتفيرسة أمتسحة. حياكم الله يا جماعة، أهلا وسهلا، نورتنا وشرفتنا. والله الشرف لنا يا شيخ، وشكرا جزيلا على الشرف. الله يحفظك يا شيخ. عايش. حصلت مختم ولا لا؟ يه حصلته. قابر؟
اتشحاكك خارج المضافة. تحاكينا ما فيش لحد غريب. أقول لك اتشحاكك خارج المضافة، أما موضوع سري للغاية. موضوع سري. كيف؟ طيب شيخ برقوق. يا جماعة أنا أدركم شخرج أنا وعايش عشان نرجع. الله معاكم صاحبه ورفيقه. السلامة. السلامة السلامة. ما قابل يخرج وما من عايش. الله يستر الله يستر. طالب الله يا شيخ. مالك تحاكي نفسك؟ سلامات. عادي يا شيخ برقوق، اصلا علي وهو في الموقف حقه يرتبش، تحصل حاجات كثير. موقف؟ وما هو ده في يده؟ هذا حلاوه، هو جاي يخطب. يا ما يا وجاي. يا ما هو يا بيتهم. ادخلنا نتحاكم ونخطب للرجال وما. ما هو الموضوع يا طالب؟ ما فيش حاجة يا شيخ. فندم بيرام كلم الشيخ على الموضوع. موضوع ايش؟ موضوع الخطوبة. خطوبة مين؟ خطوبة ايه؟ على مين؟ على عيوش. عيوش مين؟ بنت الشيخ برقوق. الله الله بالنسبة. والله يا شيخ احنا اجينا مع اسمه هذا المدعو الطالب عنده ذاكرة المفيرسة، يعني معروف لدى الجميع عندكم، فحكى عندي قال لي ايش يشتي يكمل نص دينه. ما هو هو اللي قال يشتي يكمل نص دينه وقام يتهابل يا شيخ وقد يخطب بنتك عيوش. قسما بالله يا شيخ انه هو اللي قال وسأل وسيم. ما هم خبر يا طالب. والله يا شيخ لي شرف ان انا اخطب بنتك ايوش على سنة الله ورسوله ونكون انساب واصهار. كيف عايش؟ برقوق شا مني 100,000 ريال علشان يختم لي الطلب. عابر وطي صوتك توطي فضيحة. وبصراحة يا شيخ اسمه أنت تعرف إنه أبوه مسكين مات في الإعصار، أمه مسكينة مات اسمه من شدة الحر، الكهرباء طافي ومات مسكينة يعني ربك. وأخوانه ماتوا في الرياح في التصدعات والتشققات الأرضية. لذلك وحفاظا على هذه اسمه الفصيلة من الانقراض قمنا لم يتبقى إلا هذا المدعو هذا الماشي أمامكم من هذه السلالة، فإحنا قلنا إيش علشان تتكاثر هذه السلالة نزوجوا بعيوش ويتكاثروا وحوشنا عليهم واسمه خدمنا البيئة. ما قلت يا شيخ؟ أكيد يا بيرام طالب محترم وأنا أعرفه من زمان وما شلاقش أحسن منه. يعني موافق يا شيخ؟ أكيد موافق. الفاتحة. الفاتحة يا رحمة المرحومة. بسم الله الرحمن الرحيم. صدق الله العظيم. مبروك مبروك يا شيخ طالب. مبروك يا شيخ برقوق. خلاص ما الحين خلاص يا طالب الآن سلالتك تتكاثر. شبعت أبوك خذوا. مبروك يا شيخ مبروك. الله يبارك فيكم وأقبالي. خير يا جماعة، مبروك على ما فرحونا معاكم. بارك لطالب يا عايش. أبارك لطالب؟ أبارك لعلمه. خطب بنتي عيوش. خطب بنتك عيوش؟ يا شيخ برقوق لو سمحت أحاكيك بموضوع خاص. تحاكينا بموضوع خاص؟ تحاكى عادي ما في ولا أحد، كلهم من الأهل. أقول لك اتمعي أحاكيك بموضوع خاص وعائلي لو سمحت. أهلا وسهلا حياكم الله. والله نورتوا. خذوا راحتكم شخرج مع عايش كذا في موضوع راجع. الله معاك يا شيخ، الله معاك. البيت قاهو ولا بيتنا؟ احنا بيت الصهير. سلم هتم أصلا. مع السلامة يا شيخ، مودع بالله. خلاص يا طالب خلاص، فيرست العائلة كل ما الحين كله. ما عايش كل مرة ويأخذ معه واحد، واللي يروح ما يرجعش. تقولوا ما عايش حلاوة. الله يستر. أما مسألة كبريتهم. ما هو اللي مزعلك يا عايش؟ اللي مزقني انك خربت كل مطبعتك اللي نوطيها ومش عامل لنفسك ولا لبنتك قيمك يا شيخ. كيف ترضى توافق تخطب بنتك ايوش الواحد ضابحه مثل طالب ذا؟ يا بن عمي يا عايش اسمعنا، ايوش بنتي ما حد تقدم لها ولا حد عبرنا ولا اجى خطبها، انا وسم منها يا رجال. طالب ذا مدري كيف زاد عليها الشيطان واجى يتقدم، خلنا ندهف.
حتى ان كلامي صح، وانك مش عامل لنفسك ولا لبنتك قيمه، وبعدين بنتك ته اللي انت خايف انها تأنس 1000 واحد يتمناها، واولهن انا. ومفروض يا شيخ برغوق انك ما تفضلش مغرب علي. ما قصدك يعني انك انت تزوج عياش؟ يا شيخ برغوق وللشرف. بس انت مزوجه 2. خليهم 3، وبعدين الشرع محلل لي 4. ولا تعترض على شرع ربنا يا شيخ برقوق؟ استغفر الله العظيم، لا يمكن نعترض على شرع ربنا. الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. فندم بيرام، تقول ما لهم تأخرون؟ أنا تأخر ولا حاجة، أنت بس لا طفي لي السميز أقهرت أنا، أمانك كأنك فراولة كأنك سكري. يا طالب على فكرة الحلاوة أي كلام. سيجي لا تقلق خلاص خطبنا خلاص أنت السفير. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حياكم الله واهلا وسهلا. من حين انتم هنا؟ ها؟ من حين؟ من أول يا شيخ. من اول ولا من ثاني؟ طيب ما تشون؟ كم تشون يا شيخ؟ صلي على النبي. لا تقول لما خرجت أول وأنت عامين ضربتك الريح سقعت لك الذاكرة، مالك يا شيخ؟ يا شيخ احنا تكلمنا احنا وانت علشان الموضوع. يا موضوع فندم بيرام زهيمر. أكيد يا شيخ برقوق، احنا جينا مع طالب وطلبنا يد بنتك عيوش ووافقت وقلت اسمه اقرأوا الفاتحة وقرأنا الفاتحة وأكلنا الحلاوة والصبيان. أيوه كيف؟ قرينا الفاتحة. أنا أصلا أمي مقراش I don't know. وبعدين بنتي مخطوبة. مخطوبة؟ مخطوبة، وانا قريت الفاتحة مع ابوها قبل سنة. شيخ برقوق لا تجيب ليش الجنان. شيخ برقوق انت وعايش اشتهابوا لي الجنان. فندم بهرام، انت سمعت الموضوع من اول. موضوع ايش؟ موضوع ايش؟ موضوع الخطوبة. خطوبة مين؟ خطوبتي على مين؟ على عيوش. عيوش مين؟ بنت الشيخ برقوق. برقوق مين؟ ده الشيخ برقوق. أنا نسيت ما كنتش مركز. اسأل وسيم، يمكن كان مركز. وسيم؟ أنا صراحة قرينا فاتحة أول بس مش عارف ليش لحظة. أيوة الأرواح الميتين حقنا الله يرحمهم. صح الله يرحمهم جميعا. شكلكم كلكم متآمرين عليها. شيخ برقوق متآمر عليها انت وعايش. الله المستعان. لكن الغلط مش عليك، الغلط علي انا. تشهد بهذه البيت قدام اهل القرية كلهم. لكن سهل يا شيخ برقوق. خاطركم. بيرام وسيم ما له طالب خرج زعلان. من زعله؟ والله ما لنا علم يا شيخ، مدري ماله. ايش تقول ايش زعله؟ قد تجاري ولا ذاك اسمه مضروبه، الله اعلم ان كان شي روح هنا. الله اعلم. عايش طالب خرج زعلان، شكله زعل. يزعل ولا يضرب براسه عرض جدار. بس تعرف يا شيخ برقوق الحق مش عليه، الحق على الذي اتوا معه وجاه يخطبوا له. صحيح الحق على اللي جاوا معه اسمه اللي اسمه ما نفهم اللي لقينا معه ولا نعرفه ولا اسمه نصرفه لا طالب اسمه. احنا لقينا نطمن على الشيخ ونسلم عليه وبالمره قلنا نبارك لعايز بمناسبه الخطوبه اللي قبل سنه. الله يبارك فيكم. الله يبارك فيكم. بالرفاه البنين ولا مبروك. مديت حلاوه. يلا مع السلامه يا شيخ، مع السلامه. طيب فندم بيرام كيف فعلت بطالب برمتها ولا كيف؟ طالب من هذه العين وهذه العين لا راحت له. شوف يا وسيم، يقول لك المثل لقيت واهل القريه مفيرسه ذواكرهم فيرس ذاكرتك من جيهم. حلاوه حلاوه حلاوه. الله معاكم صاحبه ورفيقه. حياك الله يا سهر. الله يحييك يا ام برقوق، من اليوم صاعدا ام برقوق. ما في. فندم طالب. يس. السلام عليكم يا فندم. اهلا وسهلا اهلا بابو راسين. يا مرحبا. خير يا فندم. ما وطيت. ما وطيت راسي، هديت كياني. انا فندم البلادين وضابط الضبابيط، اخر عمري اهتان وانطرد. فعلى يد مين؟ على يد مين يا ربي؟
عاد واحد راسه كبير وذاكرته مبيرز. يا شماتة الضباط في بلايا وسيم، يا شماتة الضباط. أنا تضحك علي وتقول لي إنك مالي يدك من الموضوع والبنت موافق وتطلع بالأخير مخطوبة. هدى اعصابك يا فندم بيرم، هدى اعصابك رجاء، عاد مرض علي. انا ارى من وجهة نظري يا فندم بيرم انه يتعاقب بحبس 3-4 ايام، وجريمته ازعاج للسلطات. مش هكذا بس، صح انه جاب حلاوة بس لا جاب لا هريسة ولا مشبك ولا طحينية، صح ولا لا؟ اعترف. صحيح، أنت ضبحتني يا طالب، وأنا معروف لما أضبح سريع، ما فيش كلام. هاتوا الدفاتر، افتحوا الملفات، هاتوا المحاضر، افتحوا السقوط، افتحوا الكراشات. اعترف. يا جماعة صلوا على النبي، يا جماعة أنا ما شليتكم معي إلا وأنا واثق إنه الشيخ برقوق موافق على مزواج، لكن اللي قلب الموضوع عايش تباتيك الله يبتكه. لكن العيب مش عليه، العيب على الشيخ برقوق اللي مشيخناه وركزنا له وصفقنا له، وبالأخير قدمنا انضماء، قرحنا مذواكر، لكن ما يجملش. شايف حاله شيخ وانا مسكينه ضعيف ومقطوع من شجره وبيمد من بحر. أمك شل الإعصار وأخوانك شلهم الجن. الله كان يجعل إعصار شبيلة وحبيلة وطبيلة يبزك يزكيني منك. خلاص يا حبيبي، الكلام هذا اللي تقوله ما نفتح لكش موسيقى، والله ما افتح لك، ما أقول له مزق. لكن قبل ما تتعاقب يا ولدي لازم لك من حاجة، لازم الذاكرة هذه تتفرمت، وفرمتك عندي وانا اللي سفرمتك. اها يو فندم بيرم ما فعلت بالرجال ولا حاجة. فندم بيرم. يو مين؟ زوجتي سعاد متى جاها؟ سعاد الله يرحمش يا ذاكرة اتفرمتت.